عماد متعب بيقول لك انا لو كنت مكان الحكم كنت حسبت الكرة بتاعت ادم كايد هدف. تعال اسمع كده. ده ايه رايك في كرة ادم كايد النهارده؟ لسه كنا طالعين ندردش في الكرة دي يا جماعه. بص انا لسه بقول لك انا رجعت الكرة دي حوالي 20 مره، يعني عدتها حوالي 20 مره. اتفرجت على كنت بشوف الهايلايتس للماتش. والله يا متعب كلنا عدناها فوق ال100 مرة وما بنزهقش منها. كان نفسي الكرة دي تخش قوي اقسم بالله. في الهايلايتس للماتش اتفرجت عليها فعلا مش فاهم هو عملها ازاي. ايوه دي حقيقة، كسر كل القوانين بصراحة. عماد متعب بيقول لك انا مش فاهم هو عملها ازاي. كرة صعبة قوي يا جماعة، انت مش متخيل الكرة صعبة قد ايه. يعني انا لو من الحكم هصفر جول او يعني والله يعني هحسبها من الله عليك يا عمده. عماد متعب بيقول لك انا لو من الحكم اصفر واحسبها جون، انا لو من الحكم احسبها جون. ما عندك حق بصراحه. حلاوتها هحسبها، لكن هو عملها ازاي انا مش عارف. انا يعني من تنفيذها الحلو تداله جول. احسبها له جول من كتر ما هي حلوه، من كتر ما هي غريبه جدا. والحاجات دي ما بتحصلش في الكوره غير يعني نوادر. ايوه حطها حلوه قوي قوي قوي. طب لما انت عندك الامكانيات دي لازم بقى تبقى في الملعب في الحاجات الطبيعيه والعاديه. ايوه صح، تبقى احسن من كده. أيوة لان لما تقدر تعمل حاجه. لعيبه الزمالك طول عمرها بتكسر كل القوانين، بتعمل الاصعب بس ما بتعملش السهل. حاجه بالشكل ده وتاخد قرار بالشكل ده، يبقى انت في حاجه كويسه في دماغك. صح. فلازم بقى في الملعب ده يعني يبقى يترجم في الملعب. صح. يعني دي عملها ازاي يا جماعه؟ ايعقل بجد؟ عملها ازاي؟ كرة لقطه. ايوه فاهم قصدي. لكن الاستمراريه بقى لكن حلوه صراحه، حلوه قوي صراحه يعني يعني بقول لك انا مش عارف هو عملها ازاي، وانا كمهاجم مش هعرف اعمل كوره زي كده. عماد متعب لا عماد متعب بجلاله قدره بيقول لك انا كمهاجم مش عارف هو عملها ازاي، وانا نفسي مش هعرف اعمل كوره زي كده. ده عماد متعب، انت متخيل؟ عماد متعب بيقول لك انا ما اعرفش اعمل كوره زي كده. لا يا عم مش هاخد قرار ان انا اعمل كده. مش هاخد قرار ان انا اعمل كده. يعني انا لو هاخد قرار هعملها زي الاتحاد الليبي. هقف استلم والف. استلم والف. مش مالك ويمينك. لكن مش هاخد القرار ده خالص. عشان اكون صريح معاك يعني. انت متخيل ده كلام مين؟ ده كلام عماد متعب. كلام عماد متعب. انت متخيل الفكره؟ انت عارف مين عماد متعب؟ بيقول لك انا كمهاجم مش هاخد قرار زي ده، مش هعرف اعملها كده. انت متخيل؟ انا بجد مش عارف ادم كايد عملها ازاي. حاجه مرعبه يا جماعه، بجد حاجه مرعبه. انا بجد نفسي ادم كايد يطلع كل اللي في دماغه في الملعب. بجد نفسي يطلع كل اللي في دماغه في الملعب. هو لعيب كويس جدا وعنده فكر بس ما بينفذهوش، وعنده حاجات كتير جدا في دماغه بس هو ما بينفذهاش. بيبقى متوتر جدا. انا بشوف ادم كايد في الملعب متوتر، لكن ادم كايد كلاعب عنده كوره حلوه جدا. فانا نفسي يطلع ده كله في الملعب. فباذن الله ادم كايد يشتغل الفتره الجايه ويركز في الملعب ويطلع كل اللي في دماغه وهيبهرنا باذن الله. يعني بعد الكوره دي انا متاكد ان ادم كايد هيبهرنا في الملعب.